بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل لكم ان شاء الله على خير. النهارده هعمل معاكم ترند الطعميه. انا مش بمشي كتير مع الترندات الصراحه، بس قلت اجربه، حاسه ان هو صحي وحلو. يلا نجربه مع بعض. طبعا هيكون معاه عندك عجينه طعميه عملتها في البيت، بعملها وكيسه واحطها في الفريزر. عندي هنا هتستخدمي اي عيش، انا استخدمت هنا الكريب بس انا عملته بطريقه مختلفه خالص، ولا بيض ولا حليب ولا اي حاجه خالص، واضفت على الدقيق معلقتين 3 من الرده، فبقي عيش صحي كده، بقي كريب صحي يعني، وهنستخدمه مع بعض. يلا بينا بقى مع بعضينا نجرب الطعميه المفروده على العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طبقه خفيفه كده من الطعميه ونفردها على العيش. ممكن تستخدمي العيش البلدي او العيش السوري او اي عيش عندك استخدميه، مش هيقول لا يعني كده تمام. الطريقه سهله وبسيطه، مش محتاجه ولا مجهود ولا اي حاجه، بس جربوا الكريب ده بالطريقه دي، حلو جدا وصحي. زي ما قلت لكم دقيق على رده على ملح وسكر بس، مش اكتر من كده، ولا بحط زيت ولا اي حاجه خالص، غير بدهن بس الطاسه اللي انا بعمل فيها بس. جربوه، طعمه حلو جدا جدا وطري، وزي ما حضراتكم شايفين بصوا عامل ازاي، حلو جدا الصراحه. بينفع قوي في الازمات يعني لما يكونش عندك عيش ولا حاجه، في نفس الوقت صحي برضو. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز نعمل رغيف الطعميه ده. كل اخواتي وحبايبي انا جيت عشان نسوي الرغيف بتاع الطعميه. هدهن كده الطاسه بالشكل ده، وهناخد الرغيف كده ننزل بيه هنا. هو مش بياخد وقت، بس هنستنى عليه لما يحمر شويه. وكمان تخلي بالك منه عشان ما يتحرقش. كده كل اخواتي وحبايبي هقلب الرغيف بالشكل ده كده استوى معايا. حطي بقى فيه اللي انت حباه واللي انت عايزاه، تحطي مخلل وخيار وطماطم، ممكن تحطي بطاطس، تحطي اي حاجه، كل اللي انت حباه حطيه. انا عندي هنا فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم. هرش عليه شويه من الطحينه. هندهن كمان عشان نعمل واحد كمان. هعمل كام واحد كده واخلصهم واوريهولكم ان شاء الله. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصنا العيش اللي بالطعميه بالشكل ده، الصراحه تحفه. انا طبعا جربت بقى واكلت وانا بعمل، فجربت الصراحه. بصوا الجمال، حمرته كده شويه زي ما حضراتكم شفتوني بعد ما بعمله كده بحمره شويه تحميره خفيفه، فبيديني طعم حلو جدا. شايفين الجمال؟ حطوا بقى زي ما قلت لكم اللي انتوا عايزينه، غرقوا بقى طحينه كده نخليها طعمه حلو جدا جدا الصراحه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال ده. يلا جربوه على الفطار او كمان على العشاء، مش مشكله، حلو جدا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا، ونتقابل بفيديو جديد على خير ان شاء الله.